كريم مع الاستاذ احمد بخيت، مش كتاب، كتب، مجموعه كتب ان شاء الله واصدارات ان شاء ان شاء الله، لانه شاعر بيت فعلا وشاعر محترم قوي قوي قوي. اشكرك. الله يكرمك اختي. اشكرك يا استاذ عبير على اتصالك. نرجع تاني. اتفضل. دلوقتي انت في شعراء ما كانوش متاكدين من نجاح الثوره المصريه، ففي اللي بيقول لي انا كتبت بعد ما الرئيس رحل وبعد ما الثوره نجحت لانه ما كانش متوقع من نجاحها، وفي اللي بيقول لك انا كنت متوقع من نجاحها من البدايه فعبرت وقلت له ارحل. يعني كل شاعر بيبقى ليه اتجاهات وليه خيال. انت كان موقفك ايه من الثوره المصريه؟ حسيت ان مرحلتها ايه او كتبت وعبرت عنها امتى؟ يعني مصر عرفت حراكات كثيرة قبل ثورة 25 يناير، لكن تمام. عندما قامت هذه الثورة ثوره 25 يناير تعتبر ميلاد لثورات استمرت على 3 أو 4 سنوات قبليها. طبعا لا يعني كانت هي السبب المباشر انها ان تكون هناك ثوره، تمام. لكن والثوره عندما تراها من اولها تفهم او تدرك او تحس انها اما ستنجح او لا تنجح، هناك مقومات نفسيه سبحان الله العظيم. لما قامت ثوره 25 يناير كنت متاكدا جدا ويقينا سبحان الله العظيم ان هذه الثوره ستنجح. كان عندي اصدقاء يقول لا النظام السوري ممكن، النظام التونسي ممكن يسقط، مصر لا، هناك مبارك، هناك اسرائيل، هناك امريكا. فكان احساسي دائما اقول لهم سيسقط، وسيسقط في ربما يعني اوهى من بيت العنكبوت، سيسقط ربما باسرع، فسقط في ايام معدوده يعني. تمام. ففي خضم الثوره كتبت قبل ان يسقط مبارك، والدليل في ختام القصيده كتبت قصيده او مقطوعه من الشعر الحر: النيل يمر من ميدان التحرير. الله، النيل يمر من ميدان التحرير. جميل، نسمعها منك. شعب تفجر غاضبا من بعد ما عانى عانى ولكن لم يزل في المعمعان، فالشعب باق إنما العرش الذي قد كان فان. فرعون قد أعلاه صرحا بعده في مصر لم ينقضه ثان، من آل جحش كان بل أهل الأتان، نسب له باع وليس له كيان. العرش فان منذ استحب الصمت في زمن الهوان، ومحى حروف البوح في ذكر اللسان، ومضى يجر ذيوله في كل حان وسط القيان. سلطانه في عنتريات حسان، ألقى السيوف فليس هذا عهد صول أو زمان للسنان، ولقد أبان وأتاه فرعون يجرجر في اللجان، بعصاه قد فلق الشعوب غدت كطود للعيان. قبط وعرب قيل أضداد المكان، قبط وعرب قيل أضداد المكان، والنيل قد شربوه طرا حين أسبغهم فتى في المهد كان. لكنما صارت عصاه إلى مليك لم يقل إني إله لا، فحاشاه وقد فهم البيان. لكنه لما الشباب جميعهم نزلوا بميدان التحرر حيث كان هو المذان، لم يأل معجزة سوى رؤيت بآيات الجبان. فالخبز يملأ كل بطني والصكوك تقر ذنبا سنه عبر الزمان، والوضع كان كأنه من أمريكان لكنه كالأمريكان، لم يفهموا الفصحى ولا زجلا تورع في المعان. الله. ولقد أبانت حين لم يصغ الأذان، ارحل بأه يا بهلوان، فالنيل يغرق كرسيا طوفانه بسواعد الأحرار حان. الله الله عليك. دي كتبتها أثناء الثورة؟ بعد حوالي يومين أو 3 من انطلاق الثورة. يومين أو 3 من انطلاق الثورة أنت حسيت بنجاح الثورة؟ كان لابد أن تنجح هذه الثورة. طب وبعد ما تم نجاح الثورة عبرت؟ في الحقيقة كتبت لها كثيرا، قصائد كثيرة. قصائد كثيرة طبعا، مثلا الفرعون الأخير، مجموعة قصائد. نعم، مجموعة قصائد. مجموعة قصائد. كما كتبت لتونس وكتبت لسوريا وكتبت لليمن وكتبت لليبيا، يعني جميع الدول أو كل الدول التي وقعت فيها مثلا حصل فيها ربيع عربي أو أشرق فيها الربيع العربي لابد أن لا نبخس حقها أيضا. فمصر جزء من الوطن العربي، بل هي أم الدنيا، لكن هناك دول محيطة لابد أن نهتم بها أيضا. طب رؤيتك كشاعر، أنت عارف إن الشعراء بيبقى لهم نظرة فلسفية، نظرة فلسفية عميقة شوية. البعض بيتصورها نظرة حالمة والبعض بيتصورها خيال، بس أحيانا خيال الشعراء بيقدر يترجم أحداث ممكن تحصل مستقبليا. ما بقولش كده بتحيز إني شاعر، بس أنا ببقى عندي رؤية إن بتوقع شيء زي ما أنت توقعت نجاحها. نعم. تمام. أنت حاسس الأحداث
مع ثورات الربيع العربي، مع الأحداث الحالية، رايحة لفين الاتجاه إيه؟ والله العظيم هناك ثورات، هناك شعوب. نحن من نحن جزء. عندما نتحدث عن مصر نتحدث عن آلاف السنين، شعب وحضارة ضربت جذورها في التاريخ، حضارة أبهرت العالم بأهرامها وبفلسفتها وبرؤيتها للإنسان والكون والخلق. نحن أمة إسلامية، نحن أمة مسلمة، نحن أمة جزء منا مسيحي، جزء منا يهودي، جزء منا، نحن أمة تجمع، يعني تفتح أحضانها لكل الناس. الوطن العربي فيه مجموعة ثقافات، مجموعة رؤيته هو أنها كلها يمكن أن تعطي طعما لسلطة معينة فيها الطماطم والخضر. فنحن لون، يعني نحن لسنا لونا واحد. الإنسان الذي عنده مرجعية، الذي يقرأ مثلا القرآن الكريم، يعرف التاريخ، يعرف السيرة، يعرف ما يجب أن يعرفه من خلال مرجعيته الدينية والروحية. هناك سنة خلق الله سبحانه وتعالى، يقول هناك الليل، هناك النهار، هناك ظلم، هناك عدل، الأمور تدور. لو كانت الأمور يعني في يد شخص معين أو كانت خالدة لشخص معين لما انتقلت إلى غيره. العرش تحكم سنة، سنتين، 20 سنة، 2000 سنة. سيدنا نوح عاش آلاف السنين، مئات السنين أقصد، ثم مات. فالتغيير لا بد، هذا التغيير هو صيرورة زمنية. يعني أنت مع اعتبار أن أنت مش مؤيد للرأي اللي بيقول أو بيدعي أن ثورات ربيع العربي دي صنيعة أمريكية. صنيعة أمريكية. يعني صنيعة أمريكية ويهودية وصهيونية. مثلا قالوا أن حركة حماس هي نتاج لإسرائيل. هل يعقل أن مصر التي كانت مدللة، القط المدلل لأمريكا ولإسرائيل في أيام مبارك لا أعاذها الله أبدا، هل يعقل أن مصر تفقد أعظم عميل لها في المنطقة؟ قصدك أمريكا تفقد أعظم عميل لها في المنطقة؟ آسف أن أمريكا تفقد أعظم عميل لها في الأمريكا. ماذا ربحت أمريكا من الثورة؟ وماذا ربحت إسرائيل من الثورة؟ أقصد الكيان الداخلي الذي يدعى إسرائيل. وماذا ربح الشعب المصري من الثورة؟ هناك مقدمات، هناك نتائج. النتائج تدل على من قام بالثورة. الذي يقول أن الثورة المصرية لم يقم بها أبناء مصر من أجل مصر، من أجل الحرية والعدالة والمحبة وإعادة سمعة مصر للعالم كله. لأن مصر في الحقيقة كانت في منزلة لا تحسد عليها في أيام مبارك. ومصر ليست مسؤولة عن مصر، مصر هي مسؤولة عن العالم العربي كله. ما يمس مصر يمس العالم كله. إذا أصابها خير أصابنا كلنا، وإذا أصابها شر لا قدر الله أصاب الأمة العربية الإسلامية كلها، لأنها في واجهة أو هي يعني حربة أو رأس الحربة في أي صراع، سواء كان صليبيا أو يهوديا أو أمريكيا. صمام الأمان للعالم العربي كله صمام وللقارة كلها الأفريقية. الله سبحانه وتعالى اختار لها موقع جغرافي، واختار لها شعبا، واختار لها مكان، واختار لها زمان. يعني مصر من هبة من الله، كما قال هيرودوت يقول أن النيل هبة مصر هي هبة النيل، نحن نقول لا، مصر هي هبة الله. حضرتك مش عارف أقول لك إيه بصراحة، أنت مش هواك مصري، أنت هواك وعشقك مصري، وإحنا نتشرفنا بيك جدا النهارده. ونعود لرسول الله عليه الصلاة والسلام وللسيرة النبوية. وبرضه عايز أسمع منك قصيدة في مدح النبي عليه الصلاة والسلام. في الحقيقة أنا كتبت أني السيرة النبوية كلها، فلم أقتصر على مدح، فكتبتها لأن عندما نتحدث عن السيرة النبوية نختصرها فقط في المدح، ونقتصرها فقط في ابتهالات دينية. كانت يعني كل ما يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم حاولت أن أكتب شيئا جديدا، لأن لو كتبت مدحا توقفت في محطات معينة. مثل لو كتبت مدحا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن أكتب مثل ما كتب مدحا حسان بن ثابت، لا يمكن. عندما تريد أن تقرأ مدحا هناك حسان. أنا حاولت أن أتناول شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه الشخصية العظيمة التي لم تعرف الدنيا أو الكرة الأرضية شخصية مثله، هي أكمل شخصية على وجه الإطلاق. هو أول العظماء أو العظماء 100. هو مدرسة العظماء. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يقارن به أحد، بل حتى الأنبياء الله سبحانه وتعالى فضله على الأنبياء تفضيلا يعني كليا. فعندما كتبت السيرة النبوية كتبتها في شكل مغاير عن المدح، وإنما سرد أو علاقة نفسية بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف أراه، كيف أكلمه، كيف أحب أن يحضر في كياني وفي وجداني. لذلك لم أكتب مدحا، يعني آسف، لكن كتبت وجدانا، وكتبت فلسفة، كتبت انتماء واحتراما
وإيمانا به. طب نسمع منك. تفردت بتناولك لزوجات الرسول عليه الصلاة والسلام وبالصحابة طبعا. صحابي وباستعراض بالشعر العمودي كمان. طبعا. مثلا عندي ممكن أقرأ المقدمة التي كتبتها للملحمة كلها. تمام. ملحمة معلم الأبطال. حدث الماضي عن عظيم رجالي في فخار وروعة وجلال، عن رسول قد جاءهم بكتاب رحمة كبرى بعيد ضلال، بالهدى جاءهم بدين قويم قد تجلى لهم كدين اعتدال، حوله التفوا صحبة وملاذا وهو فيهم كصولجان جمال، بينه قد تراحموا وعلى الكفر أشداء في وغى وقتال، يبتغون الرضوان والفضل جودا ومن المصطفى عظيم خصال، ركعا سجدا بأبهى وجوه ركعت للرحمن عبر الليالي، ذكرهم في التوراة ذاك وفي الإنجيل زرع يمد شطأ الظلال، واستوى والزراع هامت هياما ليغيظ الكفار في غير حال، إنه جيل خالد وفريد يرفع الهام فوق أعلى مثال. ثم هناك حوار بين ثلاثة أطفال حسام شادي أميمة يتناولون شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال حوارنا، والملحمة طويلة حضرتك. أستاذ أحمد، أنت قيمتك الأدبية وأشعارك وموهبتك اللي ربنا سبحانه وتعالى من عليك بيها الحمد لله بيدفعني سؤال فضول. أنت عضو في روابط أكيد أدبية أو متنوعة؟ والله إني أحل ضيفا على مجموعة من الروابط، مجموعة من الكيانات الثقافية. مثلا هذه المرة مثلا زيارة لمصر كان دعوة أو كان تلبية لدعوة رابطة إبداع العالم العربي والمهجر، وهي يعني رابطة من أرقى ما يكون، فيها ناس يقيمون عليها ويريدون أن يدفعون بمستوى الإبداع إلى أبعد مستوى. لا، مش قصدي ضيف نعم. مش قصدي ضيف حضور، أو أنا قصدي أقول عضو مؤسس. يعني أكيد أنت اتعرض عليك، أو أكيد أنت حاليا في عضو مؤسس في بعض الروابط الأدبية. لحد الآن والله يا صديقي صدقني أنا لم أشارك لا في مسابقة شعرية من قبل، لم أشارك في لقاء تلفزيوني كان الأول معك أستاذ أحمد.